هعمل معاكم بقى النهاردة كيكة الذرة او البسيسة بطعم البرتقان وريحة البرتقان ومن غير عصير برتقان. حلوة جدا وسهلة وسريعة وحاجة تدفي في الشتاء مع كوباية الشاي بلبن، او هي كده لوحدها بصراحة تحفة. هنشوف مع بعض المقادير عاملة ازاي. شايفين الجمال وشايفين مرتفعة ازاي وهشة جدا وحلوة قوي قوي. يلا نقول بسم الله، وما تنسوش تدعموني بلايك وتعملوا لي متابعة وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. اول حاجة كده جبت صينية مقاس هي ممكن 24 وممكن 26، بس اللي عندي دي مقاس 26. لو عايزينها عالية عن اللي انا عاملاها هتعملوها في مقاس 24، وكمان تكفي لمقاس 28 لو حابين الارتفاع بتاعها اقل من كده. بعد ما اديتها مسحة كويسة من الزيت او السمنة او الزبدة، الحاجة اللي انتوا عايزينها، هبتدي ان انا احط كده في المنخل شوية من الدقيق وهبطنها كويس جدا جدا بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 وسايباه يسخن علشان لازم تدخل على فرن ساخن مسبقا. جبت الخلاط عندي ومعايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهحط المكونات كلها كده على بعضها. وعندي هنا كوبايه وربع من السكر، كان الحلاوه بتاعتها كانت حلوه قوي قوي وسكرها كان جميل جدا ومظبوطه. وبعدين حطيت كوبايه من الحليب، طبعا لو متوفر عصير برتقال هنضيفه. وعندي هنا كوبايه الا ربع من الزيت على السمنه او الزيت على الزبده، هتبقى حلوه قوي قوي لو عملناها يعني بزبدة او سمنة. وممكن كمان نستغنى عن الزيت ونحط كوباية الا ربع من الزبدة او السمنة. وبعد كده اللي هيدينا بقى طعم البرتقان كيس فانيليا بطعم البرتقان. عايزه اقول لكم رهيبه فعلا، وريحه البرتقان قويه جدا. ضربتهم شويه حلوين قوي في الخلاط، يعني ابتديت ان انا اضرب واوقف اضرب واوقف لحد ما الخليط معايا بقى لونه فاتح جدا. بعد كده بقى هجيب بوله وهضيف فيها هحط فيها منخل، وهضيف في المنخل كوبايتين كبار من دقيق الذره. انا ما كانش عندي اصفر، عملتها بالابيض بس طبعا تنفع بالاتنين. نخلته، كنت بوريكم ان في شوائب كتير قوي، يا ريت تنخلوه كذا مره لو انتم مش متاكدين يعني منه. بعد كده ضفت نص كوبايه من الدقيق الابيض، وعليهم كيس من البيكنج باودر ورشه من الملح. لو عايزينها تبقى ماسكه نفسها شويه، ما تبقاش يعني طبعا البسيسه بتبقى مفروله شويه. لو عايزينها ماسكه نفسها يبقى هنضيف كوبايه ونص من دقيق الذره وكوبايه من الدقيق الابيض. بعد ما قلبتهم كده كويس المكونات الجافة مع بعض، نزلت الخليط السائل عليهم، وهبتدي ان انا اقلب كده بالاسباتيولا لحد بس ما يدخلوا في بعض، لحد ما المكونات تتجانس كده مع بعضها. وبعد كده هقلب بالمضرب. قلبت كده بالاسباتيولا بس حسيت ان هي مش هتديني طبعا النتيجة اللي انا عايزاها. حطيت هنا معلقة كبيرة من الخل، مهم جدا علشان بترفع الكيكة معانا وبتخلي لونها فاتح وحلو. بعد كده هبتدي ان انا اضربها بقى بالمضرب كويس لحد ما بقت بالشكل دوت، مفيش فيها اي تكتلات. هنزل بقى الخليط عندي في الصينية اهو بالشكل ده كده. وبعد كده همسك الصينية بقى اخبطها كده خبطتين كويسين على الرخامة، علشان لو فيها اي فقاعات هوا تطلع منها ما تبقاش مفرغة من جوه. ودخلتها بقى الفرن لمدة 35 دقيقة، واختبرتها بخلة الشيش طاووق. لو طلعت نضيفة بتكون كده تمام، لو طلع فيها عجين بنخليها شوية برضو في الفرن، وبعد كده بنرجع نختبرها تاني. بس كده. وبعد كده بقى بقطعها اهوت، شايفين جميلة ازاي، والسطح بتاعها مستوي جدا، ولونها برضو حلو، ومن تحت زي من فوق زي ما انتم شايفين كده اهو. والارتفاع بتاعها كويس قوي قوي. وزي ما قلت لكم لو عايزينها اعلى من كده بنصغر الصينيه، لو عايزينها اقل من كده بنكبر الصينيه. شايفين بقى هشه ازاي وانا ماسكاها، حلوه جدا 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 وسهله وسريعه قوي قوي، مع كوبايه الشاي بلبن بقى تدفي فعلا. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك
وشير ومتابعة.